الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. سكت الفايد كرها، لكن جرائمه لم يسكت عنها ظهرا. هذه حقيقة أبشركم بها، لكن فيها دخن. هذا السكوت لم يأتي عن اقتناع ولا عن تفهم ولا عن تواضع ولا غير ذلك، وإنما جاء عن ضغط أهل العلم وبيانهم وكشف حقيقة الفائد للناس، فكان أن اتجه إلى جميع الجهات فلم يجد ملجأ ولا ملاذا لبث سمومه، فرجع وأعلن وقال: أنا سأسكت ولن أتكلم وبدون كهنوت. لكن هذه الفلسفة فيها ما فيها من الشر، يجب أن يكشف هذا الشر حتى ينتهي أمر الفائد وتستريح الأمة مما بث فيها من سموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه سواء السبيل وأن يقي الأمة من شر جميع الأشرار، آمين يا رب العالمين. أولا، ما سبب سكوت الفائد؟ سبب سكوته هو أنه لما ظن أن الأمة ليس فيها من علماء، وظن أن ما علمه من علم التغذية أنه يخرج به ليقول كلمته في الشريعة ويسقط ذلك على شرع الله، فيكون له العمل الكبير ويكون له العطاء الغزير وينصب كعالم في علوم الكون وكذلك أيضا في علوم الشريعة. لكن بفضل الله تبارك وتعالى شيء من ذلك لم يحدث شيء من ذلك في هذه المسيرة وفي هذه الخرجات التي قام بها فايد. فكان يقول أنه يفهم في شرع الله ويعلم في شرع الله وغيب أمر العلماء، لكن الحمد لله هذا كشف لنا عن حقيقة رائعة جدا، أن علماء الأمة حينما تحتاج إليهم الأمة ويحتاج الدين والإسلام إلى علمائه يخرجون كالأسود، ينافحون عنه ويلمعونه ويردون الحق إلى مكانه والباطل إلى مستنقعه وإلى الذوبان وإلى التيه وإلى لا وجود له بفضل الله تبارك وتعالى. فلما خرج الفائد بهذا الباطل قام العلماء، والحمد لله أن الأمة تثيق في علمائها، فالتف الناس حول العلماء واستمع الناس للعلماء، ولم يبق معه إلا الحثالة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وتحقق فينا قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك تحقق فينا قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. حتى أن امرأة من بريطانيا خرجت ففعلت بالفيل ما جعلته يئن من ما سلطت عليه من كشف أباطله وما ذهب إليه من المنكرات والقول في شرع الله تبارك وتعالى بالزور والبهتان والكذب. إذن الحمد لله هذا يعطي لكل غبي ولكل غافل أن الأمة إن أردتها أو أردت دينها سيكون مصيرك مصير هذا الفائد ومصير الملايين من أمثاله عبر التاريخ، وهذا معروف لأولي الألباب لأولي العقول. أما الذين لا يعرفون ولا يفهمون هؤلاء كالموتى، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن كثير من الناس يتبعون الفيل لا دين ولا إسلام ولا أخلاق ولا غير ذلك، وهو يغتر بهم، وإنما هم حثالة فارغة لا تنفعه في شيء، وإنما عليه أن يستيقظ. لما قرر السكوت عليه أن يستيقظ وأن يقرر إصلاح ما فسد. هذا الطريق الصحيح.
أما السكوت هكذا يعني التربص من أجل أن يجد يعني قوة أو يجد منفذا فيخرج منه ليقول الناس، هيهات هيهات. فالأمة بعلمائها لا تسمح لأحد أن يمس دينها كيفما كان شأنه وحاله. الحمد لله. هذه أولى. ثانيا، أن هذا السكوت لما سكت وقرر السكوت، لكن هل يسكت على أفكاره وسمومه التي بثها في الأمة؟ لا يسكت عليها أبدا، لأن بث في الأمة أفكارا خطيرة وأخطاء فادحة لا بد أن تعرى ويكشف حالها وأمرها للناس. لأن كثيرا من شبابنا عاد يقول بأن لما لا نكتفي بالقرآن. عاد كثير من شبابنا يهاجم القرآن ويقول لما لا نكتفي بالقرآن، هل القرآن ناقص؟ هذا كلام الفايد وجاء به من شيوخه. نحن نعرف ونفهم هذا ونفهم هذا للناس حتى يتضح الحال ويستقيم الناس على الدين. جاء بهذا الفايد من شيوخه شحرور والكيالي ومحمد وإيهاب حريري ومحمد هداية وصبحي منصور وغيرهم. جاء بهذه الترهات والماكر من عندهم. طيب، لكن هذه الأفكار ديالو نبقى معها إن شاء الله حتى تستأصل وتبعد من عقول شبابنا وأفكار الناس أجمعين، إلا من كتب عليه الله الضلالة فليس لنا به حيلة. طيب، جعل كثيرا من الناس يقولون بأننا نكتفي بالقرآن ويهاجمون القرآن، ويقولون لا نريد السنة ويهاجمون السنة. بالله عليكم، الذي ينكر السنة ويؤمن بالقرآن آية واحدة فقط، كيف تتعاملون معها؟ لا محيد لكم أيها الناس ولا مفر لكم إلا أن تقولوا بأنها السنة. لما آية واحدة، ما هي آيات كثيرة جدا، أقول واحدة إن شاء الله اختصارا وجمعا لعقولكم وأفكاركم من أجل حصول الفائدة. قل الله تبارك وتعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يتكلم مع بيوت النبي ونساء النبي، يقول واذكرن ما يتلى اسمعوا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لا محيد لأي متنطع ولأي متهور ولأي فيلسوفي من أن يقول هنا الحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. كيف تفسر آيات الله هنا؟ لا يمكن أن تفسرها إلا أنها كتاب الله وقرآن الله قطعا. والحكمة كيف تفسرونها هنا؟ لا يمكن أن يقال هنا بكلام غير أنها السنة. إذن الكتاب القرآن الكريم والحكمة السنة، لأن الله يأمر نساء نبيه أن يتلين بالقرآن اللي هو الكتاب، وكذلك السنة أي يقولن ويتكلمن ويعملن بالكتاب وبالسنة. إذا المسألة واضحة. جعل الشباب يقولون القرآن يكفي. كيف يكفي القرآن؟ عباد الله اتقوا الله، كيف يكفي القرآن؟ القرآن وحده لا يكفي. ولهذا إمام التابعين مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. هما معا يحتاج أحدهما إلى الآخر قطعا. السنة تحتاج إلى القرآن، لا بد من القرآن أن يكمل السنة، والقرآن كذلك يحتاج إلى السنة، لا بد من
السنة أن تكمل القرآن. هذا إجماع الأمة قطعا، لا يتكلم هنا فيلسوفي ولا متهور ولا متنطع ولا مسألة محسومة. لكن العلماء دققوا في المسألة حتى قالوا أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة على ثلاث مع القرآن: موافقة، أقيموا الصلاة خلاص، مبينة أن هذه الصلاة بينت عددها وعدد ركعاتها وبينت تفاصيلها وأسرارها المعروفة التي نعمل بها، وهذا لا يمكن أن نصل إليه بالقرآن أبدا. ثم مشرعة بينت أن هناك أمور حرام وحلال حللها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم خارج القرآن وفرضها النبي. مثلا زكاة الفطر، لا نجد بأن في القرآن فرض القرآن أو الله تبارك وتعالى سبحانه فرض زكاة الفطر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره. هذا فرض فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك حرم الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. النبي اللي حرم الحمار، القرآن ما فيه حرام. كذلك الزواج بجمع البنت مع عمتها وخالتها عند رجل واحد، أن يتزوج بالخالة وبنت أن يتزوج بالخالة وبنت أختها، أو بالعمة وبنت أخيها، أن يجمع بين البنت وخالة. هذا حرام، حرمه القرآن، حرمه السنة، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في القرآن إلا وأن تجمعوا بين الأختين، ما فيش وأن تجمعوا بين البنت وعمتها وخالتها، هذا القرآن حرم هذا. إذن أيها الأفاضل، لا بد من أن يفهم شبابنا أن القرآن وحده لا يكفي، ولا بد من السنة. وهذا السم وكثير من هذه الأمور بثها الفائد في الأمة لا بد أن تتبع وأن يكشف عراها وأن يوضح أمرها للناس حتى نستريح. إذا سكت الفائد أفكاره وسمومه ومصائبه التي بثها في الدين وفي العباد لا يسكت عنها حتى تستأصل وتزن نهائيا بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبارك في علمائنا وأن يحفظهم وأن يرعاهم، لأن كل ما احتاجت لهم الأمة خرجوا فكشفوا الغمة عن الأمة. فالحمد لله. وهذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحمد لله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.